We would like to welcome you in the Arab Republic of Egypt airspace. في مشهد لم يكن عابراً، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بإشادته المتكررة بالأمن المصري خلال زيارته الأخيرة إلى شرم الشيخ، معلناً أمام كاميرات العالم: لقد قاموا بعمل رائع، لديهم معدل جريمة منخفض جداً، لأنهم لا يتعاملون باستهتار كما نفعل نحن. And they have very little crime, because they don't play games, that's why. They don't play games like we do in the United States with governors that have no idea what they're doing. كلمات أشعلت مواقع الأخبار وهزت أروقة السياسة. لم تكن مجاملة بروتوكولية، بل شهادة علنية من زعيم أقوى دولة في العالم بأن مصر التي واجهت الإرهاب لعقد من الزمان أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى في السيطرة الأمنية. من شرم الشيخ، المدينة التي احتضنت قمة السلام حول غزة، خرجت كلمات ترامب لتتردد في كل اتجاه. كيف استطاعت القاهرة أن تحول الخطر إلى استقرار والخوف إلى ثقة؟ سؤال لم يمر بهدوء، بل أشعل بحثاً جديداً في كواليس التجربة الأمنية المصرية التي باتت محط أنظار العالم. في عمق المشهد الأمني المصري تتكشف معادلة لا تعرف الصدفة. يرى مراقبون أن ما يحدث اليوم ليس نتيجة إجراءات وقتية، بل ثمرة هندسة أمنية متكاملة. فقد اعتمدت الدولة المصرية خطة تقوم على 3 محاور: الرصد المبكر، الانتشار الذكي، والتكنولوجيا المتطورة. كاميرات المراقبة في الشوارع، والأنظمة الرقمية في الأكمنة، والتدريب المتقدم لضباط البحث والتحليل المعلوماتي، كلها أدوات لم تترك للجريمة مساحة للتنفس. ووفق بيانات بحثية أمريكية، تراجع معدل جرائم القتل في مصر بنسبة تجاوزت 10% خلال أعوام قليلة. المفارقة أن هذا الانخفاض جاء رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس نجاح الدولة في بناء أمن مستدام لا يعتمد على رد الفعل، بل على المبادرة والسيطرة الاستباقية. وهنا يظهر سر الإعجاب الدولي: أمن يدار بالعقل والانضباط والتقنية، لا بالعشوائية أو المصادفة. الأمن لا يقاس بالأرقام فقط.